يا صباح الفل والورد على عيون اغلى واحلى متابعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير. والله وحشتوني جدا 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 حبايبي واصدقائي واخواتي على اليوتيوب. بجد بجد والله انا يمكن الموضوع ده هيديني طاقه ايجابيه ان انا ارجع لكم تاني ونرجع نعيش مع بعض جو الوكاله وجو الفيديوهات الحلوه دي. زي ما انتم شايفين كده انا في الوكاله النهارده اللي هو الجمعه امبارح. تمام، الفيديوهات دي كلها الجولات دي عاملاها امبارح الجمعه. ليه نزلت الجمعة وبدأت بالجمعة؟ أولا لأنه يوم مفترج، ثانيا لأني اليوم ده بيبقى الشغل لسه نازل طازة زي ما بيقولوا. فالنهاردة هوريكم شوية موديلات وحاجات. أنا هنا واقفة، المفروض عندي جامايكا بس هو في حد تاني واقف اسمه مندو. ما يعني جامايكا ما بقاش موجود، تمام، عشان اللي يروح يسأل على مندو مش جامايكا. تمام، هو نفس المكان. المكان ده فين؟ قدام مستشفى الجلاء بالظبط، على الطريق من بره. تمام، المهم برضه هرجع واقول وحشتوني كتير كتير جدا جدا. حاسه ان انا شايفاكم كلكم، بشكر كل اللي سأل عليا، بشكره من قلبي فعلا. بشكر كل اللي بعت لي رسائل على الواتس يسأل عليا انا متغيبه ليه. انا كنت متغيبه لاني كنت مريضه يا بنات. فاحنا مش هنضيع حاجه من الفيديو، ما تقلقوش، كل ده هرجع له تاني. انا بس بوريكم شويه حاجات كده من الحاجات اللي كانت عند جامايكا او عند مندو. تمام، فانا كنت مريضه، كان انا اساسا مريضه حساسيه، فالموضوع رجع لي جامد جدا. ده كريم اللي انا بشاور عليه، برضو بعرفكم بالناس اللي انا بصور معاهم. تمام، اللي انا شاورت عليه ده كريم، وهوريكم دلوقتي مندو. برضو انا بحب تعرفوا الناس شكلا. اهو اللي على الشمال ده مندو، وده صديقه برضو بيشتغل معاه. يعني ما شاء الله فرقه وكاست حلوين جدا، على طول كده بيضحكوا. انا بحب الناس دي، الناس الكشريه بروحش ناحيتها يا بنات على فكره. انا بحب الناس اللي بتضحك دي على طول. تمام، فعايزه اقول لكم كان عنده شويه موديلات شتوي حلوه قوي. كان عنده البورنوس ده او اللي هو دفايه، في بورنوس وفي دفايه ب 125. كان عنده بلوفر ب 85، كان عنده بلوفر ب 45، كان عنده سويت شيرتات ب 50 بالبنطلونات بتاعتها. تمام، كان السويت شيرت ب 50 او البنطلون عامل 50. عايزه اقول لكم اسعار في منتهى الجمال عندهم. الناس دي مميزين بالاسعار، وانا قلت لكم كذا مره الكلام ده. حقيقي اسعارهم مميزه جدا. اسعارهم يمكن افضل اسعار شويه في الوكاله. بصوا البلوفرات القمر دي عامله كام؟ عامله 45 جنيه والله. تمام، احنا واقفين عند الاستندات ابو 45. كنت واقفه عماله اقلب وهو كمان يطلع ويقلب لي وايه، وبصراحه وهيكولات وحاجات حلوه قوي وحاجات تنفع سواريه. زي الجراي اللي هو كان في اول الصف ده، اللون الجراي اللي هو الهيكول ده ينفع سواريه جدا، لان فيه اهو ده في زي ستراس كده سيلفر اهي. بصوا جبت الكاميرا على السعر 45 جنيه. عايزه اقول لكم بجد موسوعه لبس يا بنات والله. عندهم موسوعه لبس كمان. كان عندهم جواكت. بصوا شايفين السواريه؟ شايفين السواريه وجماله؟ بصوا عجبني قوي ده. بصوا جميل جميل قمر كده، حاجه حلوه قوي، قطعه مميزه فعلا. بصوا السعر فوق كام؟ 45. بصوا بجيب لكم اهو المستشفى. انا قدام مستشفى الجلاء بالظبط، قدام البوابه السوداء للمستشفى. تمام، عند مين؟ عند مندو. تمام، هتروحوا هناك قدام المستشفى، وانتوا واقفين تحت الكوبري اسالوا فين مندو وكريم، هتلاقوهم قدامكم على طول ان شاء الله، مش هتوهوا خالص. طب اقرب محطه مترو ايه يا شيرين؟ اقرب محطه مترو هي محطه مترو جمال عبد الناصر، محطه مترو جمال عبد الناصر. فبجد بجد هتتبسطوا قوي قوي من الحاجات اللي عندهم، لان اسعارهم مميزه. وبرده عجبني عندهم قوي موضوع البنطلون اللي هو الدفايه او الميلتون. بصوا دي الارواب اللي هي دفايه او بورنوس. عايزه اقول لكم عجبوني قوي. هنا بقى اللي هي البلوفرات الطويله، انا هنا كنت بساله الحاجات دي برضو تبعكم يا كريم، قال لي اه. طبعا الاستند كان عالي جدا، وانا دراعي واجعني قوي مش قادره، وكمان مزنقين في بعض، فما عرفتش بصراحه اصور خالص، وهم كانوا مشغولين مع زباين طول الوقت، لان الجمعه يا بنات بيبقى اضغط وقت في الوكاله على البياع، بيبقى فيه زحام جدا. ما يغركوش ان انا بصور كده مفيش ناس كتير، ده انا كل شويه اهرب على ستاند علشان اصور اللي فيه من غير الزحام، لان برضو الناس او السيدات يعني او البنات او كده ما بيحبوش طبعا التصوير، ما بيحبوش يظهروا. تمام، مع اني لو عمرو اديب نزل كده بالمايك بتاعه كده، مش قادره اقول لكم يعني مصر كلها تبقى عايزه تظهر في الفيديو. فانا مش عارفه ايه الفكره، بس برضو بنحترم ايه
بنحترم خصوصيات الناس وبنحترم الاراء. بصوا يا بنات المطه اللي في البلوفر، معرفش بلوفر ولا بادي بصراحه. بصوا الجمال والشياكه بتاع ده، عجبني قوي، ده عجبني جدا، شيك جدا. بصوا لا بجد والله كان عنده شويه حاجات حلوه. انا على فكره انا بصوا كمان الموف ده شيك شياكه، مش قادره اقول لكم، انا كل حته مسكتها كانت ليها رونق كده خاص وشيك قوي. تمام. طبعا ان شاء الله بكره برضو لحد يا بنات انتظروا سلسله فيديوهات سوق الحد باذن الله، باذن الله تعالى لو كنا من اهل الدنيا. تمام. ادعوا لي بس كده يا بنات ايه ربنا يقويني كده. ادي البرانس اهي، اتفرجوا على شويه برانس، عايزه اقول لكم ولا اجمل ولا اروع ولا اشيك من كده. بصوا الدفايه القمر، بصوا يا بنات H&M، شايفين؟ تخيلوا 125 جنيه والله يا بنات ما بيكفي غدوه. ال 125 جنيه دول ما بيكفوا غدوه. فعايزه اقول لكم انا اكتر حاجه عجبتني بصراحه عندهم البرانس والدفايات، وكمان القطعتين اللي هما السويت شيرت والبنطلون. يعني انت بتوفقي سويت شيرت على بنطلون بكامل واحد ب50 جنيه، وفقتي تريننج شتوي قمر بكام؟ ب100 جنيه. بصوا يا بنات شايفين ان بيتي ده كان حته قطعه مميزه، وانا عماله اقلب فيه كده لانه عجبني قوي قوي. ده متهيألي يعدي ال 500 جنيه ده، ايوه صدقوا ده يعدي ال 500 جنيه صدقوني، لانها ماركات يا بنات، ماركات يعني ممكن يبقى ب 700 كمان مش ب 500. بصوا الوانات وحاجات تحف. بصوا يا بنات شايفين الوان جري، الوان بصوا شايفين كلها برانس ودفايات. طبعا البورنوس ما ينش الدفايه لو لبستيها وانت خارجه من الحمام خدي بالك ما تنشفش ميه، لكن البورنوس ممكن يشتغل الحاجتين، ممكن يشتغل لان البورنوس قماشته قماشه الفوطه. البورنوس ممكن يشتغل الحاجتين. يعني ايه يشتغل الحاجتين؟ يعني ممكن تنشفي جسمك بيه وتخرجي، وممكن في مره تانية تستعمليه كدفايه تلبسيه كده ايه فوق الهدوم كده تدفي بيه بالليل وانت قاعده. لكن الدفايه ده بيشتغل حاجه واحده، بتشتغل دفايه بيبقى بقى قماشة البطانيه كده، عارفين ملمس القطه بالظبط كده. الحاجات الاصليه دي يا بنات صدقوني والله افضل بكتير قوي قوي ما تشتروا حاجات مش اصليه. والناس اللي مش غاويه تلبس لبس الوكاله صدقوني ما فيهاش حاجه خالص خالص. بعد الغلا اللي احنا فيه ده البسي لبس الوكاله وانت مطمنه. وهقولك تعملي ايه، هتعملي ايه، هتعقمي اللبس كويس. انا عامله فيديو لتعقيم ملابس الوكاله، ممكن اللي عايزه يطلبه وانا هسيبه لكم في التعليقات. يعني اللي عايز الفيديو بتاع تعقيم ملابس الوكاله بالطريقه الصحيحه، انا خدت الطريقه دي من ست اجنبيه كانت عامله الفيديو ده على الفيس، وقالت اللي عايز يعقم لاي لبس ملبوس من اي حد تاني كانك جايباه جديد بالظبط، وما تقلقيش خالص خالص صدقيني، وسيبوها كده على الله وربنا كريم. بصوا بقى القطع ام 50 اهي، دي سويت شيرتات بصوا بتاعت ترنجات. تمام. في بسوسته بصوا دي كلها اللي هي بتاعت الترنجات. بصوا يا بنات بنطلونات قطيفه، بنطلونات دفايه، بنطلونات برضو ممكن تلاقوا ميلتون، شايفين ماركة زارا، شايفين بصوا شايفين السويت شيرت الناعم نعومه والله العظيم عرايسي وجميل. على فكره عايزه اقول لكم ان الكاميرا ظالمه الحاجه جدا، الحاجه كانت بتبرق وبتلمع كده والله يا بنات. ده برضو الستاند اللي عجبني قوي اللي قلت لكم عليه هو والبرانس. فعايزه اقول لكم روحوا جري بكره، تمام، روحوا جري بكره عند جامايكا او عند ماندو. انا بقول لكم ليه عند جامايكا؟ عشان الفرشه، عشان تعرفوا الفرشه فين. لكن اللي واقف ماندو يا بنات، جامايكا تقريبا واخد اجازه تقريبا، اني سالت عليه قالوا لي مش موجود. بصوا يا بنات شايفين ماركه يا بنات عظمه، الماركه مطبوعه على الجيب ومطبوعه على السوسته ومطبوعه كمان على بصوا H&M، شايفين؟ بجيبش حاجه من عندي اهو، شايفين؟ عايزه اقول لكم ان انا وحشني جدا جدا ان انا اقلب كده في الحاجه واطلع لكم الحلو كله، لان انتوا فعلا تستاهلوا الحلو كله. عايزه بقى اقول لكم حاجه كمان، طلب من اختكم، ما تنسوش اللايك يا بنات بالله عليكم عشان قنواتي يعني ترجع تاني اليوتيوب يقترحها على المتابعين. وكمان سيبولي تعليق، التعليق بيفرق جدا جدا معايا يا بنات، هيفرق في النفسيه، هيفرق في القناه، هيفرق في الدعم، فاهميني؟ التعليق واللايك بالله عليكم اللي يتفرج على الفيديو
ما يعني مش طالبه منه غير لايك، ولو قدر يكتب تعليق كتر خيره، ما قدرتوش خلاص، انا ما اقدرش اتعبكم معايا اكتر من كده. ربنا يبارك لكم. بصوا يا بنات، شايفين والله الوانات جميله جدا، والماتيريال فائق الجوده، لاني ماركات. خدوا بالكم من كلمه ماركات. الماركه عايزه اقول لكم عليها 3/4 نجاح القطعه. عشان كده دايما كنت انصحكم ساعة ما تروحوا تشتروا لنفسكم اي حاجة من الوكالة، يا رب تشتروا قطعة صغيرة، بادي، اي حاجة، نقوا الماركة، نقوا الماركة. والله العظيم انا ببقى عايزة اقول في كل فيديو الكلام ده، علشان انا فعلا عايزة لكم الخير، فاهميني؟ وانا نفسي لما باجي اشتري حاجة لنفسي قطعة تعجبني، صدقوني مهما عجبتني لو مش ماركة ما بجيبهاش. عايزه اقول لكم الماركه بتفرق جدا. لو حد لمح الماركه بس كده اللي انتي لابساها، هيقولوا ده جايبه القطعه دي بمبلغ. يعني بصوا لابسه ما شاء الله، دي لابسه تريننج زارا، دي لابسه تريننج H&M. اللي بيفهم في الماركات صدقوني هيقول حاجه تانية خالص. بصوا يا بنات، هنا البلوفرات ام 85 جنيه. حبيت اصور فيها كده، لقيتها مزنقه ولقيت جه عليها ناس، سبتها ورحت شويه هنا. بصوا حاولت اظهر لكم كده من كل حاجه كده ايه، نبذه كده بسيطه، فاهميني؟ لكن انا قلت لكم على اكتر حاجه عجبتني عندهم. كمان الجواكت يا بنات عجبتني قوي قوي قوي. دي ماركه اسمها يسايك، يسايك. لو انا نطقاها غلط يا ريت اللي عارفها يكتب لي في التعليقات، ما فيهاش اي حاجه، نعلم بعض. بصوا يا بنات، شايفين البوليرو شياكته وجماله؟ بصوا قعدت اقلب فيه لان عجبني قوي. على فكره انا هنا في ابو 45، خدوا بالكم. تخيلوا الحلاوه دي ب 45 جنيه. والله يا بنات شويه حاجات. بصوا يا بنات، انا بعدل الحاجه على الكاميرا علشان بس تظهر لكم بشكل حلو. شايفين بوليرو اسود، يا خبر ابيض على الشياك. شايفين اللي عليه من ورا دي مش كرمشه، دي رسمه. بوليرو اسود ب 45 جنيه، حته يعني موسوعه كده شيك قوي، حاجه كده حلوه جدا فعلا. بصوا هنا بقى رحنا للجواكت. امه كام؟ امه 175. في الحريمي يا شيرين؟ ايوه في حريمي، عنده حريمي. الستاند ده مليان حريمي ورجالي. بصوا يا بنات، شايفين الشياكه؟ 175 جنيه، قمر والله العظيم قمر. شايفين؟ بصوا جواكت حلوة قوي وقيمة، وبرده ماركات يا بنات، ماركات والله. بصوا شايفين حاجة كده حلاوة على بقلاوة. طبعا وحشكوا التعليقات والإفيهات اللي أنا بفضل أقولها. بصوا شايفين الجواكت اللي هي الكت دي يا بنات؟ بصوا شايفين عمال يطلع لي اللي هو بقى ايه، البلاطي بقى. بصوا يا بنات، الكت ده مش قادرة أقول لكم بعشقه. الكت ده بيدي شياكة مفيش بعد كده. شايفين؟ بصوا الكت ده يمشي رجالي وحريمي، هو قال لي. بصوا يا بنات، شويه بقول لكم جواكت تستاهل والله اكتر، ومبطنه من جوه. بصوا الاورنج ده، شايفين؟ كل ده اي حاجه فيه ب 175. يا رب تروحوا وتلحقوا حاجه من الحاجات الحلوه دي، تمام؟ وتبعتوا لي في التعليقات وتقولوا لي احنا فعلا شايفين. انا بوريكم الماتيريال بتاع الحاجه من جوه علشان انا نفسي عجبني. بصوا يا بنات، بطانيه من جوه. بصوا يا بنات، بصوا، وماركه. وانا بحب قوي ابين لكم التفاصيل. شايفين البلطو وشياكته؟ بصوا، لا لا لا، حاجه كده والله بجد. كل الحاجات عجبتني والله عندهم امبارح. طبعا كان في ناس كتير واقفين بينقوا ورايا، فانا كل شويه اجري اروح على ستاند تاني، اقول مش مشكله هرجع للستاند ده تاني. فيظهر كده ان انا لازم اروح بدري قوي قبل الزحام الرهيب ده بعد كده، عشان يبقى في فرصه حتى هما الناس يصوروا معايا، لان كل شويه بصوا يسيبوني ويروحوا لزباينهم طبعا. بصوا يا بنات، بصوا ده اولادي اهو. شايفين الجمال والحلاوه؟ بصوا شايفين الالوانات والشياكه. ووتر بروف، شايفين الاصفر ده المستردة ده كان ووتر بروف، حاجه كده قمر يا بنات. بجد بجد انتوا تستاهلوا الحلو كله. وهعيدها تاني للمره العشرة، وحشتوني جدا 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 اخواتي واصحابي واهلي على اليوتيوب. يا رب نفضل مع بعض كده ان شاء الله على طول في الخير.
ان شاء الله. ادعوا لي بس كده يا بنات يتم شفاء عليا. انا الحمد لله كنت في فتره نقاهه والحمد لله اتعافيت تماما. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب، وما يوقع حد في مرض ابدا، ويعافينا جميعا يا رب، يشفي كل مريض يا رب باذن الله. واحنا في اخر الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا رب. لو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير يا بنات ضروري، واكتبوا لي تعليقاتكم الحلوه علشان احييكم بنفسي في التعليقات، واسلم عليكم واحد واحد باذن الله كاني شايفاكم بالظبط. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.